نفتح الصندوق. ده الاير ماكس 95. بس قبل ما نخش على الشوز تعال اقول لك معلومه حلوه. في ناس كتير وانا من ضمنهم كانت بتفكر ان الهيب هوب ميوزك هي الحاجه الوحيده اللي اثرت على ثقافه السنيكرز، بس اللي ما نعرفوش ان الهوليجنز او الالتراس بتوع الكوره كانوا عامل رئيسي في اشهار بعد السنيكرز، وكمان مشهد مزيكه التكنو في المانيا. والاير ماكس 95 من اشهر ترينر في شوارع لندن. في انجلترا بيقولوا على السنيكرز ترينرز. وكمان الاير ماكس 95 كانوا بيسموه زمان 110، واللي هو كان سعره 110 جنيه استرليني. حاليا سعره 175، بس لسه محتفظين بالاسم اللي هو كان سعره. واللي خلاني اقول لك القصه دي كلها ان اير ماكس 95 اللي هو دوت تعاون مع براند في لندن اسمه كورتيز. البراند ده معروف جدا باللوجو اللي هو بتاع السجن الكاتراز اللي موجود برضو في لسان السنيكر من هنا. واللي ما يعرفش الكورتيز، البراند ده غريب جدا. البراند ده مش بيدي لاي حد تاني يبيع الحاجات بتاعته، هو الوحيد اللي بيبيعها، وبتكون كميتها قليله جدا، وبيحصل مشاكل كتير في الشارع، والسوشيال ميديا بتصور كتير جدا الموضوع ده لاي اصدار بينزلوه، اي حاجه كلها بتتباع. ولما ده نزل منه لونين، اللون الاخضر اللي هو تم اصداره في لندن، والاصدار الثاني اللي هو ده ونزل في نيويورك، وكان اول ستور يفتحوه لكورتيز في نيويورك. وانت اكيد بتشبه على اسم كورتيز ده، لان كورتيز ده اصلا اسم سنيكر لنايكي، كان نزل 1972 اللي كان لابسه توم هانكس في فيلم فورست جامب، اكيد فاكره. وطبعا نايكي رفعت عليهم قضيه باستخدام اسم كورتيز، وتصالحوا مع بعض وعملوا السنيكر ده. قولي بقى انت ايه رايك فيه؟ ده يستحق الضرب اللي حصل عليه في نيويورك؟ بينك بيم، وشباب جرت عليه جامد، يعني شايف اللون الوردي ده؟ شباب خربت الدنيا عليه. انت قول لي ايه رايك في الموضوع ده؟ معرفش بصراحه، بس جامد. طبعا الاير يونتس موجوده من ورا هنا، الاير يونتس موجوده في كل الشو، تقدر تدوس عليها هنا، جواها هنا هوا، معروف طبعا اليونت بتاعت الهوا اللي هنا موجوده في كل الشو. من جوه موجود الكامو بتاع المشهورين بيه كورتيز، موجود في حته من ورا برضو هنا. انا عاجبني صراحه درجه اللون دي، من هنا ومن هنا طالعه فوق، حلوه جدا. ده من ورا عليه رقم معرفش بتاع ايه بصراحه، ممكن يكون بتاع كورتيز. الرباط حلو، جاي معاه حركه حلوه جدا، ليس لوك كويس. انا بصراحه الاير ماكس 95 مش ستايلي، انا بحب الاس بي دانك، فانت لا نشوف الفيديو ده.